ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. عاجل ابن مات راجل، والد حسام يروي تضحية نجله قبل وفاته في حفل محمد رمضان. محمد رمضان يوقف حفله بالساحل الشمالي بعد انفجار يودي بحياة عامل ويصيب 6 آخرين. وإليكم التفاصيل. ابن مات راجل، والد حسام يروي تضحية نجله قبل وفاته في حفل محمد رمضان بصوت يملأه الحزن وعيون لم تجف منه منذ الفاجعة. طالب والد الشاب حسام حسن الذي لقى مصرعه في حادث انفجار الألعاب النارية بحفل الفنان محمد رمضان بمحاسبة كل من تسبب في وفاة نجله، مؤكدا أن ابنه ضحى بنفسه لينقذ الآخرين. وقال والد الضحية: قلبي هيتقطع على ابني، لا راح مني في غمضة عين، كان سندي وظهرنا كلنا، وكان بيشتغل علشان يساعدنا ويجهز نفسه للسفر وبداية جديدة. مضيفا: حسام كان محبوب من كل الناس وما فيش حد يعرفه إلا وبيشهد بأخلاقه. وكشف الأب المكلوم عن تفاصيل مؤثرة بلغته بها مصادر مقربة من موقع الحادث، قائلا: ابني حضن الأنبوبة علشان ما تنفجرش في الناس، ضحى بحياته علشان ينقذ الحاضرين، في إشارة إلى لحظة الانفجار التي أودت بحياته داخل المسرح أثناء التحضيرات. ووجه الأب رسالة إلى الفنان محمد رمضان قال فيها: أطالبك تكون قد المسؤولية، الحادث حصل في حفلك، وأقل حاجة إنك تطالب بحق حسام وتكون سند لنا بعد اللي حصل. مفيش حاجة هتعوضنا عن ابني، لكن لازم نجيب له حقه. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه التحقيقات الموسعة من النيابة العامة في ملابسات الحادث، وسط مطالبات من أهالي الضحايا بمحاسبة كل من تسبب من تثبت مسؤوليته عن التقصير. ونتابع. محمد رمضان يوقف حفله بالساحل الشمالي بعد انفجار يودي بحياة عامل ويصيب 6 آخرين. شهد حفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي مأساة إنسانية بعد وقوع انفجار مفاجئ بالألعاب النارية، ما أسفر عن وفاة عامل وإصابة 6 آخرين من طاقم العمل، وهو ما دفع الفنان إلى إيقاف الحفل فورا احتراما للضحايا في واقعة أثارت جدلا واسعا وتضاربا في الروايات الرسمية والشخصية. تفاصيل ما حدث في حفل محمد رمضان. خلال حفل أقيم مساء الخميس 31 يوليو 2025 في منطقة غولف بورتو مارينا ضمن فعاليات مهرجان بورتو بيتس، وقع خلل فني في نظام الألعاب النارية أدى إلى سقوط مقذوفات نارية باتجاه الجمهور بدلا من انطلاقها رأسيا، ما تسبب في حالة من الهلع. وأكدت مصادر طبية أن الحادث أسفر عن وفاة العمال من الموقع، بينما تم نقل 6 مصابين إلى مستشفى العالمين النموذجي لتلقي الرعاية، بينهم حالتان خطيرتان وفق البيان الطبي الأولي. رد فعل محمد رمضان لحظة الحادث: فور وقوع الانفجار أوقف محمد رمضان الغناء وأعلن من على المسرح وعن وفاة أحد العاملين، موجها رسالة مؤثرة للجمهور قال فيها: صعب نكمل، في واحد توفى، بنعتذر للجميع، حبايبي انتوا أهلي وناسي، أفديكم بروحي والله. ليتم بعدها إلغاء الحفل رسميا وسط تواجد أمني مكثف وتحقيقات موسعة في الواقع. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.